تعرض عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للإصابة على مستوى الركبة إثر حادث عرضي وقع يوم الأربعاء 14 ماي 2025. حسب مصادر صحفية أن بن كيران نقل إلى إحدى المصحات بمدينة الرباط، حيث خضع للفحوصات اللازمة وتبين إصابته بشق على مستوى الركبة استدعى وضع مقوم طبي لتثبيت المفصل. وأضافت المصادر أن الحالة الصحية لابن كيران مستقرة، وأنه يخضع حاليا لفترة نقاهة تحت إشراف طبي. ونشر بن كيران تدوين على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك الاثنين 12 ماي 2025 قائلا فيها: تعرضت يوم الأربعاء الماضي إلى انزلاق بمنزلي، وقد لطف الله بفضل منه في الإصابة على مستوى الركبة، حيث لم تتطلب أي تدخل جراحي، فيما حتمت علي الراحة الطبية. وأضاف: واليوم ولله الحمد أتماثل تدريجيا للشفاء، وأشكر الأخوات والإخوة وعموم المواطنين الذين اتصلوا عقب انتشار الخبر للإطمئنان على حالتي الصحية، فإنني أطمئن الجميع بأنني بخير والحمد لله، ولا أراكم الله بأسا في أنفسكم ولا عزيز عليكم.